تعرفون ليش الله سبحانه وتعالى وصف بيت العنكبوت بالوهن الضعف، وقال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ ليش؟ لأنه العنكبوتة بالذات أول ما تتزوج تقتل زوجها، فالبيت منه ما بي رجال، يعني ما بي أب، بس الأم متسلطة النرجسية متحكمة اللي بس تريد هي اللي تسيطر، هاي العنكبوتة. بعدين شو تسوي؟ لمن يطلعون أطفالها عادة، الأطفال لمن يطلعون قسم أنا ما أعرف، هي البويضة تكون فوق ظهرها قسم، يعني الأطفال من يطلعون يأكلون الأم. وشيء آخر بيتها، يعني اللي هي تسويه يلتصق به أي شيء، مثلا الحشرات البقية تلتصق به عشان تصيد، فبس واحد يجي يفقد حياته، بس واحد يجي على بيتها يفقد حياته. وشيء ثاني، أي هواء أي حركة يندمر البيت، حتى عش العصفور همات هنا أكثر قوة من بيت العنكبوتة، كل الأشياء هي أقوى من بيت العنكبوتة. فهذا مثال للإنسان اللي مثلا خلينا نقول ما يعرف قيمة العائلة، ما تعطي قيمة للزوج بالبيت. الأولاد طبعا راح يتربون بيرنت واحد اللي هو مثلا بس الأم، فكيف راح يصيروا لا يحترمون العائلة، لا يحترمون حتى هي نفسها الأم. شوفوا اللي تقلل من قيمة الأب حتى هي نفسها ما يحترموها ترى، بالتالي هي هم راح تدفع الثمن. يعني أكو بعض الأمهات تظل تقلل من قيمة زوجها لأن هو معذبها، فشو تسوي؟ تكسر صورته قدامهم، بعدين أنتي هم راح يكرهوك، أنتي هم راح يذبوك بدار العجزة أو يتخلون عنك وتبقين وحدك بالبيت. فلا تصيرين مثل عنكبوتة اللي الله وصف بيتها بأوهن البيوت.